فرح دوج ده بعد بكره. هو اسمه دوج يا جماعه، مش بشتمه والله. اصحابه حبوا يروقوا عليه ياخدوه رحله للاس فيجاس، بس اخو العروس شبت فيه ودوت سئيل كده وما شاء الله عليه عيل ملزق كده وهبل في نفسه شويه. العروسه دخلت وقالت له انا عارفه ان اخويا رخم وسئيل ومتشكره جدا ان انت هتاخده معاك وانا هكافئك على الموضوع ده. طبعا بقى فاهمين هتكافئه ازاي بقى. وبعدين ابو العروسه قال له خد عربيتي اللي انا ما مطلعهاش دي اصلا من الجراج، خدها يا عم واتبسط بيها انت واصحابك يومين وترجعها لي. قال له عيب عليك يا عمي حبيب قلب ربنا يبارك لك يا عمي والله. قال له بس اهم حاجه ما تخليش حد من اصحابك يركبها. قال له العربيه دي بالنسبه لي زي الواد اللهب اللي عمال يلعب مع الكلب هناك ده. قال له عيني يا عم ربنا يخليك ليا. راح عدى على صاحبه في المدرسه، خدوه وراحوا وطلعوا على بيت صاحبه بستو، خدوه وراحوا طلعوا على الطريق بتاع فيجاس وراحوا على فيجاس. اول ما وصلوا راحوا على الفندق ستو دكتور الاسنان دوت كان حاجز لهم اوضه، فصاحبه فيل قال له ايه ده يا ابني ده عريس حاجز له اوضه ايه بس؟ لا حاجز لنا سويت. دوج قال لهم يا جماعه لا خلاص طب بصوا طب انا اللي هحاسب انا. طيب راح فيل قال له عهد الله ما ينفع وشرف ما يحصل. ايه يا عم انت بتقول ايه؟ ستو هو اللي هيحاسب. ودخلوا الاوضه حاجه كده بقى في منتهى الشياكه والجمال والحلاوه، وكل واحد خد الدش بتاعه وتشيكه ولبسه طلعوا فوق السطح بتاع الفندق. اتكلموا مع بعض وقالوا دخل العروس عمل لهم مشروب وشربوا في صحه دوج. وتاني يوم الصبح صحوا مش فاكرين اي حاجه من اللي حصلت ولا فاهمين اي حاجه، فدخلوا الحمام لقوا نمر في الحمام ومش فاهمين اي حاجه، ولقوا ان سنه ستو متشاله برده مش فاهمين اي حاجه. قالوا نلحق نمشي بقى قبل ما موظفه التنظيف تيجي وتشوفنا. في اللي قال نروح نشوف دوج فين عشان نلحق نرجع. ما لقوش دوج، لقوا طفل وبرده مش فاهمين اي حاجه، ومين بيودي على فين ولا ده ابن مين. خدوا الطفل معاهم ونزلوا يدوروا على دوج وبرده مش لاقيينه في اي حته. بيبصوا على دراع فيل لقوا انه كان في المستشفى، ومشوا ورا اول الخيط وراحوا يجيبوا له عربيه. طبعا متخيلين شكل العربيه كان عامل ازاي، ما طلعتش عربيته، طلعت عربيه شرطه وهم برده ولا فاهمين اي حاجه. وراحوا على المستشفى سالوا الدكتور على دوج، قال لهم صاحبكم ده كان معاكم؟ قال لهم انتوا تعرضتوا لمخدر قوي هو اللي عمل فيكم كده. وسالوه قال له انت ما كنتش تعرف احنا كنا جايين منين ولا كنا رايحين فين ولا ايه اللي حصل طب معانا امبارح؟ قال لهم انتوا كنتوا جايين من فرح. قال له كنا جايين من فرح ولا رايحين فرح؟ قال لا انتوا كنتوا جايين من فرح. فقال لهم انتوا كنتوا في كنيسه وقال لهم العنوان بتاعها، وراحوا على الكنيسه اللي هو وصفها لهم. اول لما دخلوا لقوا راجل بيقول لهم اخواتي طبعا برضه مش فاهمين اي حاجه، وقعد يحضن فيهم وهم ولا فاهمين حاجه. قالوا له واحنا كنا بنعمل ايه هنا امبارح؟ ودوج كان معانا. قال لهم انتوا مش فاكرين اي حاجه خالص؟ قالوا له لا. قال لهم مش كان فرح صاحبكم امبارح؟ قالوا له صاحبنا مين اللي كان فرحه امبارح؟ قالوا له ستو. فرح ستو مين؟ صاحبنا دوت. قالوا له اه طلع اتجوز امبارح ما شاء الله عليه. قالوا احنا عايزين عنوان مرات ستو. اداهم العنوان وخرجوا من الكنيسه راحوا على بيت مرات ستو. دخلوا سالوا لها ما تعرفيش يا دوج صاحبنا فين؟ قالت لهم اخر مره شفته كان معاكم في الفرح. ودخل عليهم 2 ظباط وهم ولا فاهمين اي حاجه وراحوا على القسم. الظابط قال لهم احنا لقينا العربيه بتاعتكم وهي في الحجز دلوقتي. راح فيل حاول يتفاوض معاهم وقال لهم طب انتوا على فكره هيبقى شكلكم وحش جدا لو حد من الظباط زمايلكم عرف ان شويه سواح ضحكوا عليكم خدوا عربيتكم. دي كمان ممكن تبقى حادثه وتيجي مع تامر امين. تامر امين موقوف اليومين دول، ممكن تيجي مع عمرو اديب. ال2 ظباط اقتنعوا بكلامهم بس كانوا عايزين يعاقبوهم بطريقه ثانيه. كان في اطفال عندهم رحله مدرسيه عند دور ظباط الشرطه في القسم، دخلوا على سنهم فلان تجارب. الظابط ابتدى يشرح للاطفال دور مسدس الصاعق بيشتغل ازاي. كل الاطفال اللي عايز يجي يجرب يتفضل. قال لهم مسدس الصاعق الكهربائي لما تضرب بيه من قريب بيبقى كده وراح راسع ستو في قفاه. وقال لهم مين بقى اللي عايز يجرب من بعيد؟ فكله رفع ايد. فدخل فيل وبنت الكيوت دي مسكت المسدس واديته في واحده في مكان حساس شويه. دخل الين وجه الواد المقلبس دوت الجميل الكيوت ده واداله واحده في وشه وفضل يتحرك وراح الظابط مديله واحده هو كمان وراح موقعه على الارض. وخرجوا من القسم وراحوا على الحجز بتاع العربيات. وطبعا كلنا متخيلين شكل العربيه عامل ازاي بعد اليوم الجميل دوت، بس العربيه طلعت زي ما هي ما فيهاش حتى خدش واحد. رجعوا على الفندق بعد يوم طويل لقوا مايك تايسون في البيت. راح اول ما شاف الين راح مديله بالبنيه في وشه. قالوا له احنا عملنا لك ايه؟ قال لهم النمر بتاعي بيعمل عندكم ايه؟ اعتذروا. قالوا له انت عرفت مكاننا منين؟ قال لهم لقيت الجاكيت دوت في قفص النمر عندي في البيت. وطلع الجاكيت دوت بتاع دوج. قال له طب ممكن نيجي ندور عندك في البيت ممكن نلاقي اي دليل يعرفنا دوج فين؟ قال لهم اكيد طبعا امال مين هيرجع النمر بتاعي للبيت؟ وخدروا النمر وخدوه معاهم وركبوه العربيه. وهم في الطريق النمر صحي وعور فيل وخدوها زق لحد بيت تايسون. وهم راحوا هناك عند تايسون حاولوا يشغلوا الكاميرات وما عرفوش اي معلومه مفيده عن دوج. وهم ماشيين بتوع عين اشياء جم وقالوا لهم انتوا سرقتوا مننا 80,000 دولار كذا امبارح، ولو عايزين صاحبكم تجيب الفلوس اللي انتوا خدتوها وتاخدوا صاحبكم تاني. وكانوا لازم يتصرفوا في المبلغ كامل. فقال طلع عنده موهبه بيقدر يعد الارقام. دخلوا الكازينو ولعبوا كذا مره وكسبوا وجمعوا 80,000. وراحوا عشان يدوا للراجل بتاع عين اشياء. خدوا دوج بس ما طلعش دوج، طلع واحد تاني اسمه دوج. قال لهم احنا عايزين دوج التاني الابيض باسود، احنا عايزين التاني الابيض. قال لهم ينفع نرجعه طب وناخد الابيض بتاعنا؟ بتاع عين اشياء قال له ده عندها هناك. قال له خلاص ماشي. وهم ماشيين فيل كلم خطيب الدوج عشان يعرفها انهم مش لاقيين دوج. استو ما خلوش يكمل كلامه وقال له انا عرفت دوج فين. ففيل ساله قال له انت متاكد؟ قال له اه. قال له المكان الوحيد اللي احنا ما دورناش فيه فوق السطح. وراحوا جريوا على الفندق وطلعوا فوق السطح لقوا دوج محروق ومقرمش. خدوه ونزلوا بيه بسرعه عشان يلحقوا الفرح. ما لقوش رحلات طيران فخدوا العربيه ورجعوا بيها. وهم راجعين قابلوا واحد صاحب فيل اداهم بدل للفرح وراحوا متاخر على الفرح بس لحقوا الفرح. ودوج اعتذر للعروسه ورقصوا والفيلم خلص على كده. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب. سلام.